حاجه هتلفت نظرك برضو زي ما انت شايف كده، مساحه سواء طبعا بيبان اماميه او بيبان خلفيه زي ما انتم شايفين كده، مساحه وزاويه الدخول واسعه جدا، تخش بكل سهوله وبراح، مفيش اي حاجه بتضايقك خالص وانت داخل. طب تعالى كمان نبص على ايه كمان. المساحه، مساحه الارجل مرتاحه جدا. المساحه ما بين الركب والكرسي الامامي في براح في المساحه، مع ان انا مرجع الكرسي اللي قدامي على طولي وانا 180 سم يعني. لو هنا بصينا هنا كمان هنلاقي زي ما انتم شايفين كده انا اتحركت بسهوله جدا. الكنبه تاخد 3 افراد بالغين مستريحين جدا زي ما انتم شايفين. نبص كمان هنا في فتحات تكييف خلفيه زي ما انتم شايفينها اهي، وكمان تقدر تتحكم في درجه حرارتها كمان ورا. في كمان هنا مسند ذراع في النص، وفي كاب هولدرز زي ما انتم شايفين. لما نيجي نبص هنا، انت قاعد في العربيه مرتاح جدا، مساحه السقف عاليه، فبالتالي لو بصينا هنا هتلاقي في براح ما بين الراس والسقف، فدي بتديك احساس بارتياح، مش قاعد مخنوق حاسس ان السقف كابس على دماغك زي مثلا عباد الكوبيه والحاجات اللي زي كده. طيب نيجي نبص هنا بقى برضو الابواب خامتها كلها بلاستيك. هنا في مكان لسماعه عربيه. لما نيجي نبص على العربيه من قدام بقى هنلاقي ان العربيه ما هياش افضل حاجه في التقفيل ولا الخامات. لو بصينا هنلاقي هنا زي ما شايفين البطانه بتاعت الابواب كلها بلاستيك، يعني حتى ما فيش اي تطعيم جلد فيها خالص، كلها بلاستيك. والبلاستيك ده لو دخلنا على التابلو هنلاقيه مكمل على التابلو. فتحات التكييف محاطه بفريم من السيلفر. الشاشه الوسطيه في العربيه هنا زي ما انتم شايفين كده مقاسها 7 بوصه، وفيها حاجه اللي هي ايزي كونكت، وبتدعم الابل كار بلاي والاندرويد اوتو. وفي ملحوظه كده في ناس ما يعرفوهاش كتير قوي، بصراحه مالك العربيه اللي قال لي عليها، ان المخارج بتاعه اليو اس بي كلها في درج التابلو بتاع العربيه زي ما انتم شايفين كده. عايز تحط فلاشه، كل المخارج زي ما انتم شايفين كده اهي، اسلاك نازله من ورا من خلال الدرج بتاع التابلو. وصل بقى فلاشاتك والحاجات اللي انت عايز توصلها من هنا. في زرار هنا في الفتيس ده الزرار ده خاص اسمه درايف اوفر، ده عشان العربيه تنقل على ار بي ام اعلى. والزرار ده اللي هو الشيفت لوك ده عشان لو عصايه الفتيس علقت. وهنا في مخرج 12 فولت اهو. والعلبه بتاعت الكونسول دي ما بتفتحش، هي منظر بس عشان فيها المراوح بتاعت فتحات التكييف الخلفيه. وبرده زي ما انتم شايفين العربيه بتدور بالمفتاح، مش كيلس. الطاره بتاعت العربيه مش جلد. وهنا الزراير اللي في الطاره دي المالتي ميديا دي خاصه بس بالتحكم في الشاشه بتاعت العربيه، والناحيه دي فاضيه مجرد حليه مش اكتر، بس كده شكل، لان العربيه ما فيهاش مثبت سرعه. وزي ما احنا شايفين كده دي شاشه العدادات. شاشه العدادات انالوج، والشاشه الصغيره دي بتبين بعض المعلومات الخاصه بالعربيه.